مع خط قناة السويس امتدادا لمدن سبقتها وامتدت لآلاف السنين في الماضي. هذه المدينة التي صمدت أمام العدوان الثلاثي وقاد شعبها معركة من أروع معارك المقاومة الشعبية، جديرة بأن تطرح قضية استرداد الهوية بعد ثورة 25 يونيو. لن أتحدث كثيرا، لكني أود أن أوضح بعض النقاط التي اتفقنا عليها في هذه الزيارة وفي الزيارة السابقة منذ أسابيع قليلة. فيما يتعلق بقصر الثقافة، سوف نبدأ في إنهاء الجزء الذي يشمل المبنى الإداري ومبنى الأنشطة ليعمل القصر بمجرد الانتهاء منه خلال أشهر قليلة إن شاء الله. وأتمنى أن يبدأ النشاط فيه مع احتفالات العيد القومي لبورسعيد، وهو الموعد الذي حدده سيادة المحافظ لافتتاح المجمع الثقافي أو بورسعيد، لتتواصل مواقع النشاط الثقافي في هذه المدينة. أيضا طلبت من سيادة المحافظ ووافق مشكورا أن يكون هناك تنسيق لعمل أو تنظيم أنشطة ثقافية في المسرح الروماني والحديقة وفي كل الحدائق والمواقع التي يمكن أن نقيم فيها أنشطة ثقافية، وستكون البداية في هذا الصيف إن شاء الله، والأنشطة التي ستقام في شهر رمضان. أيضا أحيي مبادرات محافظ بورسعيد في الحفاظ على التراث المعماري لمدينة بورسعيد ومدينة بور فؤاد، وأتعهد بأن تمد وزارة الثقافة يد الدعم والمعاونة في كل هذه الجهود من أجل أن نحافظ على تراثنا المعماري المميز في هذه المحافظة العظيمة، والتي يحرص شعبها شد الحرص على الحفاظ على تراثه. أيضا فيما يتعلق بتراث السمسمية والتراث الفني، فلدينا بالفعل مشروع سنطلقه من مدينة السويس لإنشاء مركز للحفاظ على تراث السمسمية، ومن الممكن أن نسعى لإقامة مراكز في محافظات القناة للحفاظ على هذا التراث. للحفاظ على تراث السمسمية الوطنية اللي أرخت لبورسعيد. بورسعيد ما هياش تراث معماري فقط، أبطال بورسعيد هم اللي كتبوا التاريخ. هذا التاريخ بيموت مع أصحاب مع حفاظه، مات مع حفاظه خلاص ما عادش فيه حد موجود. فأنا بلحق بقول نلحق ونسجل تاريخ بورسعيد اللي أرخ لبورسعيد من كان لحد الآن. وشكرا. وأنا داعم، والمشروع ده موجود أصلا في الثقافة واتقتل في القاهرة. خلاص ما احنا قلنا مفيش مركزيه بعد كده، يعني ساعدوني ان احنا نقبل المركزيه مش نقبل المشروع. ايضا فكره مهرجان المدن المقاومه فكره تستحق الدراسه وجديره بان نسعى جميعا من اجل تحقيقها واطلاقها في اسرع وقت ممكن. سنسعى بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات للاستفادة من هذا المكان المركز الإعلامي والأنشطة الثقافية، وأيضا بالتنسيق مع المجلس القومي للشباب لاستخدام مراكز الشباب الموجودة في المحافظة حتى نعوض النقص الموجود في مواقعنا الثقافية إلى أن يتم ترميمها وإعادة افتتاحها مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. لن نستطيع أن نحقق أي نجاح في هذا إلا بدعمكم وتعاونكم معنا. وإذا كانت هذه الندوة هي مبادرة أولى، فأتمنى أن تتلوها مبادرات نستمع فيها إلى كل الأصوات الموجودة في بورسعيد ونتفاعل معا من أجل مستقبل أفضل للثقافة في بورسعيد، ومستقبل أفضل لبورسعيد، ومستقبل أفضل للوطن. وشكرا لكم.
شباب. رئيس